قبل ما احكي لكم حكاية النهاردة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. كان مكسوف قوي وهو قاعد معايا. هو بصراحة اللبس اللي انا كنت لابساه يجنن، يجنن اي حد. وهو شاب ولسه صغير، عنده حوالي 22 سنة، وواضح قوي ان هو ملوش في اي حاجة. انا بقى كنت حاطاه في دماغي. انتوا عارفين الواحدة لما بتبقى مطلقة بقالها فترة بتبقى غير اللي متجوزتش خالص. وانا مطلقة من 4 سنين، مع ان انا وجوزي كنا بنحب بعض قوي. ولما عدى 4 سنين وما حصلش حمل، واتضح ان هو العيب مني، اهله ابتدوا يلعبوا في دماغه. ايه اللي بيخليك تكمل حياتك مع واحدة زي دي مش بتخلف؟ وبدأت المشاكل لحد ما طلقنا. ومن يومها وانا قاعدة مع ماما. ما هو انا مليش غيرها دلوقتي، وبعد ما والدي مات واخويا الوحيد مسافر وبيقعد بال5 سنين محدش بيشوفه. وماما ست كبيرة وصحتها على قدها، وكل املها في الدنيا ان هي تشوفني متجوزة. ودايما بتقولي يا بنتي انا نفسي اشوفك في بيت جوزك علشان ابقى مطمنة عليكي. دلوقتي عديتي ال35 سنة، وكمان موضوع الخلفة ده لازم تقبلي بأي عريس مهما كانت ظروفه. اهو ضل راجل ولا ضل حيطة. وكانت بتقولي كده علشان اتقدم لي كذا واحد وانا رفضته. وانا قلت لها ان انا نفسي اتجوز، لكن مش معنى كده ان انا اتجوز واحد وخلاص. او واحد يكون عنده 65 سنة وصحته تكون تعبانة علشان اشتغل له ممرضة، ولا واحد تاني ارمل وعنده 5 عيال واشتغل له خدامة هو وعياله. انا لسه في عز شبابي وكمان جميلة وعايزة اعيش حياتي واتمتع بيها. مش معنى اني مطلقة اقضي بقية حياتي خدامة وارضى باي حاجة وخلاص. المهم من يوم ما اتطلقت عشت معاها في شقتها. شفت ابن الجيران، يا لهوي عليه، ولد زي العسل. هو ايوه انا اكبر منه بكتير، بس من اول ما شفته وهو دخل دماغي. هو لسه في الكلية وسنه ما يزيدش عن 21 سنة. بس مش عارفة ايه اللي حصل لي من ساعة ما شفته. دخل قلبي ومزاجي من أول لحظة، لدرجة إني بدأت أحلم بيه وهو معايا. كانت شقتهم قصاد شقة ماما بالظبط، يعني الباب في وش الباب زي ما بيقولوا كده. وكنت بتحجج بأي حجة وخلاص علشان أشوفه، لدرجة إن أنا راقبت كل تحركاته. وفي الأوقات اللي أنا كنت عارفة ممكن يخرج فيها أراقبه من العين بتاعة الباب. وأول ما أشوفه خارج بعمل نفسي مثلا بطلع كيس الزبالة أو أي حاجة. المهم إن أنا أشوفه خلاص. وكمان ببقى عايزاه يشوفني وأنا مظبطة نفسي، يعني علشان ألفت انتباهه كده. وخصوصا إن أنا زي ما قلتلكم جميلة جدا وما فيهاش غلطة. بس المشكلة إن هو بيتكسف، وكان لما بيشوفني يدوب يرمي السلام من بعيد وينزل على السريع كده ويلف وشه الناحية التانية، وكأنه بيتكهرب لما بيشوفني. بس كانت ردة فعله دي كانت بتعجبني أكتر، وكنت بتشدله أكتر وأكتر وأحطه في دماغي أكتر. وإن هو ولد تقيل كده، وكنت بحس بتحدي جوايا إني هوقعه، يعني هوقعه. واتطورت الحكاية معايا لدرجة إن أنا بقيت مجنونة بيه، ومش ببطل تفكير فيه طول الوقت. وأنا كده كده حالتي كانت صعبة قوي. وفي الفترة الأخيرة معدتش ببطل فرجة على الأفلام، وأتخيل نفسي مكان الممثلة وابن الجيران معايا، وأفضل كده لحد ما ارتاح. بس الحقيقة ما كنتش برتاح ولا حاجة، بالعكس كنت بحس إن أنا بتعب أكتر. المهم كنت محتاجة حاجة أخلي ابن الجيران يجي عندنا الشقة بأي طريقة. ما أنا متأكدة لو عرفت إني أجيبه وقعدنا مع بعض الحكاية هتختلف تماما. إنما صباح الخير ومساء الخير دي على السلم، ولا هتقدم ولا هتأخر. بس هعمل ايه؟ وجاتلي فكرة ان انا اعمل اي حاجة على الرصيفة، واخلي القنوات ما تجيش، والمحه في اي وقت وهو خارج او راجع، وانده عليه بحجة يعني ان هو يشغل التلفزيون ويشغل الرصيفر. وفعلا شديت السلك من الرصيفر وسبته متعلق ان القنوات ما تجيش. وبعدها بشوية لمحته وهو راجع من الكلية، وانا واقفة في الشباك واستنيته على السلم. قلت له بعد اذنك ممكن تساعدني؟ قال لي تحت امرك. قلت له مش عارفة، بس جيت افتح التلفزيون لقيت القنوات مش بتيجي،
ممكن تيجي تشوفها لي؟ قال لي اه طبعا، ودخل علشان يشوف لي التلفزيون. ووقتها انا كنت مروقة على نفسي على الاخر. وفي الوقت ده كانت ماما نايمة زي ما قلت لكم، هي تعبانة وكانت بتنام كتير. المهم شاف السلك وعمل القنوات واشتغل، وقال لي كده تمام، استأذنك انا بقى. قلت له لا، تيجي ازاي بقى تروح كده من غير ما تشرب حاجة؟ قال لي معلش خليها مرة تانية. قلت له لا والله ولا يمكن، هو انت بخيل ولا ايه؟ لحظة واحدة بس اعمل كوبايتين شاي، ولا انت مش عايز تقعد معايا؟ قال لي لا، بس الموضوع مش كده خالص، بالعكس. بصراحة عجبتني قوي كلمة بالعكس. وبعدها قلت له بدلع كده، طب خلاص، لحظة واحدة وجايلك. ورحت حطيت شوية احمر على خدودي، وتقلت الروج حبتين، وعملت شاي وخرجت. وأول ما شافني اتكهرب وحط وشه في الأرض كالعادة يعني. المهم قعدت جنبه وقلت له مالك، هو انت مكسوف ولا ايه؟ قال لي بصوت كده لا مش مكسوف ولا حاجة. قلت له مالك مش بتبص ناحيتي ليه؟ قال لي بصراحة انت جميلة قوي. وبعدها ضحكت بصوت عالي. قلت له هو انت مش بتحب الجمال ولا ايه؟ قال لي لا بالعكس. رحت مقربة جنبه اكتر وقلت له طيب اشرب الشاي، ممكن تديني رقم تليفونك علشان لو احتجت اي حاجة، ولا انت عندك مانع؟ قال لي لا طبعا اتفضلي، ما عنديش مانع. وقلت اسيبه يومها، وكمان هو كان متوتر قوي. وبعدها بيومين اتصل بيا، من اول لحظة حسيت ان هو كان مستني المكالمة. وقال لي انا كنت مستني اتصالك ده على نار. قلت له خلاص تمام، تعرف تعدي عليا بالليل نشرب حاجة مع بعض؟ قال لي طبعا جاي. قلت له خلاص. بعد الساعة 10 امي بتنام ومش بتصحى الا الفجر. وفعلا على الساعة 10 رن عليا وفتحت الباب، ودخل على طول. اخدته على اوضتي وقال لي انتي مودياني على فين؟ قلت له هنقعد في اوضتي احسن علشان نبقى براحتنا. وطبعا كنت على سنجة 10، كنت عروسة ليلة دخلتها. بالرغم من ان هو كان متوتر في الاول حبتين، بس انا عرفت اخليه يفك على الاخر. طلع ولد ايه، ما اقولكوش، وعارف كل حاجة. وطلع ولد شقي قوي وعارف كل حاجة. وقضينا مع بعض احلى ليلة. انا بجد كنت مشتاقة لحاجة زي دي من زمان. ما خلاص انا اتعودت عليه في حياتي، وقررت ان انا مش هتجوز وكفاية عليا هو. اي نعم، هو مستحيل ان هو يتجوزني في يوم من الايام، لان اهله مش ممكن يوافقوا ان ابنهم يتجوز واحدة مطلقة وكمان اكبر منه بكتير. بس انا حبيته وكفاية عليا الوقت الجميل اللي بنقضيه مع بعض. وانا متأكدة ان هو كمان بيحبني وما يقدرش يستغنى عني مهما حصل. وعدت الايام وفضلنا على الحال ده حوالي 4 سنين، وكانت اجمل ايام في حياتي. بس في يوم لقيته بيقولي ان هو هيخطب بنت خالته. وطبعا وقتها انا كنت حاسة ان انا هتجنن. قلت له طيب وانا؟ قال لي اعمل ايه غصب عني. امه تقريبا حست ان في حاجة بينا، وكمان هي عايزة تجوزني بنت اختها من زمان. وانا خلصت الكلية واشتغلت وهي مصرة ان انا اتجوز. قلت له طيب وانت هتسيبني؟ قال لي لا طبعا، علاقتنا هتفضل زي ما هي، بس انا ما اقدرش ارفض ده. امي كانت تموت فيها. وفعلا هو خطب، وبعدها بدل ما كان بيجيلي في الاسبوع 3 مرات او 4 مرات كمان، بقى يدوب بشوفه مرة واحدة بس. وبيقولي ان هو مشغول اليومين دول علشان تجهيزات الفرح وكده. وانا كنت بتقطع من جوايا كل ما افتكر ان هو هيتجوز واحدة تانية. وطبعا هي شبهه، يعني واحدة لسه صغيرة في السن. وعدت الايام واتجوز، وهو دلوقتي متجوز بقاله حوالي 7 شهور. وانا من بعد ما اتجوز وسكن بعيد عني ما بشوفوش الا مرة، واخر مرة كانت من 3 شهور. انا حاسة ان هو وحشني قوي. ومن يوم ما اتجوز كل ما افتكر ان هو مع واحدة تانية بحس بنار بتاكل فيا، ورجعت تاني للوحدة اكتر من الاول بكتير. وهنا بتكون خلصت حكايتنا. ولو عجبتكم حكايتي
ما تنسوش تعملولي لايك.